أهلا بيكم يا أصدقائي. أنتم النهاردة في بودكاست نقطة دفى، المساحة اللي بنرجع فيها لنفسنا شوية علشان نطبطب على نفسنا ونفهم ونتعلم إزاي نعيش بحب. في الحلقة دي هتكلم عن سؤال مهم جدا بيدور في بال كل واحد مننا، ويمكن بنفضل طول حياتنا نسأل عنه، وهو إزاي نعيش بسعادة. السعادة مش رحلة طويلة، السعادة لحظات صغيرة بنبنيها واحدة واحدة. علم النفس بيقول إن 40% من سعادتنا عادة بتكون مرتبطة بعاداتنا اليومية مش بالظروف اللي حوالينا. وده الكلام اللي قالته الباحثة سونيا ليوبوميرسكي في كتابها الشهير The How of Habits. بتقول فيه إن الإنسان اللي بيختار يصحى ويقول أنا هدور على حاجة صغيرة النهاردة تفرحني غالباً بيلاقيها. علشان كده السعادة مش إني أستنى إن الحياة ترضى عني، السعادة إني أنا أرضى عن اللحظة اللي أنا فيها. واحدة من أقوى أدوات السعادة اللي اتكلم عنها الكاتب روبرت إيمونز في كتابه الشهير ثانكس بيقول الشخص اللي بيكتب 3 حاجات ممتن ليها كل يوم مستوى سعادته بيزيد بشكل مثبت علميا. جرب دلوقتي تقول في سرك أنا ممتن إني موجود، ممتن لصحتي، ممتن لكل إنسان بيحبني. صدقني إن الإحساس نفسه بيغير كيمياء مخك حرفيا. افتكر إن علاقتك بنفسك هي أهم من علاقتك بأي حد. الكاتبة برني براون في كتابها The Gift Imperfection بتقول لما تقبل نفسك هتبدأ تعيش. لو فضلنا نبص لنفسنا بعيون الناس عمرنا ما هنشوف جمالنا الحقيقي. السعادة مش إنك تكون كامل، السعادة إنك تكون صادق. خد بالك من صوتك الداخلي، لو كان قاسي عليك علمه يكون صديق مش عدو. ويا ترى إيه هو المعنى العميق للسعادة؟ الكاتب والطبيب النفسي فيكتور فرانكل في كتابه العظيم Man's Search for Meaning قال الإنسان يقدر يتحمل أي حاجة لو عرف ليه بيعيش. السعادة مش مجرد ضحك، السعادة معنى وهدف وسبب وقيمة، شغف وحاجة بتحبها وبتعملها. اسأل نفسك دايما أنا بعيش ليه؟ وإيه الحاجة اللي بترجع قلبي للحياة؟ علم النفس بيأكد إن العقل اللي بيشتغل طول الوقت بيتعب زي الجسم بالظبط. الراحة مش رفاهية، الراحة جزء من الصحة النفسية. جرب تهدى، تاخد شهيق طويل وزفير، قول لنفسك أنا أستحق الراحة. في النهاية السعادة مش في بكرة، السعادة في النهاردة، في لحظة صادقة وكلمة حلوة وحضن دافي، أو حتى فنجان قهوة بيصاحبك وانت قاعد لوحدك. افتكر دايما قلبك يستحق يكون سعيد ومش محتاج سبب علشان يعيش بسلام. شكرا انكم كنتوا معايا لحد دلوقتي. كان معاكم استر حبيب في بودكاست نقطة دفى. إلى اللقاء في حلقة جديدة نكمل فيها الرحلة سوا.